السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وصفه ديال اليوم عباره على كيك بالتفاح واللوز، كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ مختلف شيئا ما عليكم غير تبعوا المقادير وطريقه ديال التحضير. عندي 2 بيضات بحراره المطبخ، كاس الا ربع ديال الزيت، نصف كأس ديال سكر حبيبات، وكأس ديال الحليب، ساشي ديال الفاني، 2 ساشي خميرة الحلويات، و2 كيسان وربع ديال الدقيق الابيض، معلقه صغيره ديال الخل. هادو بالنسبه للكيك. بالنسبه للتزيين ديالو غنحتاج 2 تفاحات، ساشي ديال الفاني، 2 معالق كبار ديال سكر حبيبات، ومعلقه كبيره ديال النشا، واحد الكميه ديال اللوز، ما غنحصركمش انا فشي كميه، المهم غير واحد شويه وصافي، ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض. هنا غندير 2 بيضات، غنضيف ليهم نص كاس ديال سكر حبيبات وواحد القبيصه ديال الملح، وغادي نطربهم بالطراب الكهربائي جيدا حتى غادي يتضاعف الكميه وغادي يتغير اللون ديال الخليط. هاد الكيك كيجي غزال، كيجي هائل. المهم بعد ما طرب لي الخليط كنحصل على هاد الشكل هذا، غادي نضيف له نص كاس ماشي نص كاس الا ربع ديال زيت نباتي بالتدريج وانا كنخلط. من بعد ما غادي تجانس ليا العناصر غادي نضيف كاس ديال الحليب بحراره معتدله، وإلا جبدتوه من الثلاجه من الاحسن ديروه في كاسرول وديروه فوق البوطه غير يبدا يدفى فقط ماشي سخن. غنستمر وانا كنضيف المكونات والطراب خدام. ضفت ساشي ديال سكر بنكهه الفاني، وهنا كنضيف طحين هكذا بالتدريج، والطراب الكهربائي خدام. بالنسبه للدقيق دخلها 2 كيسان وربع، دائما العبار بكاس العنبه. غادي نحصل على واحد القوام يكون ثقيل واحد شويه باش منين نزينها بالتفاح واللوز ما يهبطوش لتحت. هنا غنستغنى على الطراب الكهربائي وغنجيب طراب يدوي، غندير 2 خميرات حمرين وغنضيف فوق منهم معلقه صغيره ديال الخل، كيزيد في تفاعل الخميره. كيلاحظوا القوام ثقيل معذبني شويه هنايا الطراب، ولكن معليش واخا هكذاك راه كتجي خفيفه. انا غير تقلته واحد شويه غير باش نضمن ما يهبطش ليا التفاح. هو غير يهبط واحد شويه ولكن ماشي كله، الا كان الكيك خفيف غادي يهبط كله، ولكن الا كان هكذا تقيقل المهم غتبقى واحد الكميه بعدا الفوق. هنا خديت مول، اختاروا الشكل اللي بغيتو، دهنوه بالزبده كيف انا قلت لكم، راه ما كنرش بالطحين نهائيا، كندهن غير بكميه مهمه ديال الزبده فقط، كتعطي الكيك واحد اللون هائل. صافي غنخليه على جنب. غادي نحك دوك 2 تفاحات، غادي نضيف عليهم ديك الكميه ديال اللوز، 2 معالق كبار ديال سكر حبيبات، معلقه كبيره ديال النشا، ساشي ديال سكر بنكهه الفاني، وواحد المعلقه كبيره ديال عصير الحامض. غنخلطهم مزيان مزيان وغادي نديرهم فوق الكيك. في هذه الاثناء الفران كيسخن. طريقه الطهي بحال الكيك العادي، فران سخون كتدخلوا الكيك كتنقصوا النار يطيب على نار مهيله باش ما يتخطفش وياخذ حقه في الطياب. صافي ملي كيطيب من هذا كيبان لكم راه طاب من الجوانب، صافي كتشعلوا عليه الفوق باش يتحمر واحد شويه. البنات اللي مازال ما شاركوش في قناتي فضلا وليس امرا شاركوا في القناه وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، وما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير. هنا صافي الخليط استعملت غير يدي باش نوزع مزيان. منين غادي يخرج الكيك غادي نزينو بصوص شوكولا هكذا غير على شكل خطوط، وغناخذ واحد شويه ديال اللوز ايفيلي غنحمرو في مقيله كذلك غنزين به. تزيين اختياري، زينوا باش ما بغيتو ولا خليوها غير هكذاك. هذا هو الشكل النهائي ديال وصفه اليوم، نتمنىها تنال اعجابكم ونتلاقى معكم في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.